السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ تعرفوا المثل اللي بيقولك الفاضي يعمل قاضي؟ المرة دي مش مجرد مثل، المرة دي اللي حصل ايه؟ فعلا واحد فاضي نصاب عمل قاضي. عمل ايه بالظبط؟ تعالوا احكي لك، بس الاول ما ننساش تدعمني باشتراك وبلايك، صلي على في الكومنتات، وتدعي لي دعوة حلوة كده عشان ايه تخف بسرعة. ولو مش مفعل زر الجرس فعله عشان يوصلك كل اشعار جديد ان شاء الله. كان في شخص نصاب راح أجر محكمة شمال القاهرة، ماشي، واتفق مع 2 موظفين من داخل المحكمة واداهم 3 مليون جنيه. عشان ايه؟ دلوقتي النصاب بيبقى عاوز يعمل فكرة اللي هو الريفيو، اللي واحد مثلا واحد بيبيع حاجة فبيخلي الزبون يعمل له ريفيو عشان يبقى معتمد عند الناس. فانا الناس هتصدق ازاي ان انا قاضي واحل لهم مشاكلهم غير لما يلاقوني ان انا جوه صالة المحكمة وانا قاعد مكان القاضي ولابس البشت ولابس كل حاجة. هيصدقوا هنا ان انا قاضي، زي ما واحد يعمل نصاب ان هو ظابط ويعلق الدبابير ويلبس البدلة ويتصور في اسم بوليس ويبقى الاسم ان هو ظابط فعلا عشان الناس تصدق. ما الناس هتصدق منين غير لما يعمل كل ده؟ والهدف منه ان هو كان بيدخل يصور فيديوهات لكنه بيتكلم مع الساحة ومع العامة، لكن هو مفيش حد قاعد قدامه اصلا غير 1 أو 2 بيرددوا عليه وايه وبيعملوا صوت دوشة وبتاع عشان يعني السسبنس يبقى واقعي شوية. لحد ما ضحك على واحد وخد منه كل فلوسه وقال له ان انا هحللك مشاكلك دي، مشاكل معينة الله اعلم هي ايه. وطلع الراجل ده واتكلم وقال القاضي الفلاني ده طلع نصاب وضحك عليا. القاضي الفلاني؟ مفيش قاضي فلاني اصلا ولا علاني. لما دخلوا يدوروا لقوا النجم بقى ايه بعت له فيديوهات وبيقول له هو وانا في المحكمة وانا عامل وانا مسوي. وطبعا الناس ما بتدورش، يعني لو هو كان نشر الفيديوهات دي على صفحته وفي حد مهتم ان هو يراجع الحاجات ديت كان اكتشف ان القاضي ده بيحكم في اي محكمة. يعني لما قال شمال القاهرة، القاضي ده بيجي عندنا شمال القاهرة؟ ما بيجيش، ده نصاب وكان اتقبض عليه من قبل ما ينصب على ولا واحد ولا يبقى فريسة. طبعا كلنا اتفرجنا على فيلم اسماعيل ياسين بتاع العتبة الخضراء، لما شخص ضحك عليه وباع له العتبة الخضراء اللي هي منطقة العتبة كلها، قال له دي ملكي وانا اديتها لك. قال له هستفاد منها ايه؟ قال له فيها اسمه بليس وفيها مطافي وفيها بريد. لما راح عشان ياخد الإيجار من البريد يقول له أنا صاحب العتبة الخضراء وأنا اشتريتها اديني الإيجار ومرضيش، قام رايح لاسم البوليس يعمل محضر وقال لهم أنا عايز الإيجار بتاعي من البريد. بصفتك إيه؟ بصفتي أنا صاحب العتبة الخضراء، وعاوز كمان الإيجار بتاعي منكم، ما انتم مأجرين عندي. فين وفين لما اكتشفوا إن هو اتنصب عليه. فديت حيل، والنصاب ده بيصطاد الطماع عشان تكونوا عارفين. طول ما انت مش طماع طول ما مفيش حد هيوقعك. وما تدفعش فلوس لحد وما تجريش على حاجة غير ما تتأكد، حتى لو بفيديوهات او بيقين. ولو 100 واحد قالك ما تصدقش، روح يا باشا وشوف بنفسك. يعني لو هم قالوا قاضي، لو كانوا هم راحوا بنفسهم عشان يشوفوا هو بيحكم في الجلسات وكلام من ده ما كانوش هيلاقوه اصلا. بيخش يا باشا يصور فيديوهات وطالع يقولك كل سنة وانتم طيبين وبمناسبة مش عارف ايه وأدام الله عليكم الخير وتفضلوا واقعدوا. ومفيش حد قاعد اصلا في المكان كله، يعني المكان كله فاضي. القاعة الصوت بيتردد، القاعة فاضية. انتوا طبعا عارفين قاعة المحكمة بتبقى كبيرة ازاي. طب فين المتهم؟ ما صورتش المتهم، ما صورتش الناس اللي قاعدة، انت بتصور نفسك بس. فين الدليل؟ مش بعيد واحد يطلع يعمل نفس الحركة دي بس يجودها اكتر، يجيب متهم ويحطه في القفص ويجيب ناس ويقعدها في القاعة ويصور ويعمل جلسة بقى علنية قدام الكل. ما انا زي ما انا قلتلكوا النصاب ده اذكى شخص موجود على وجه الارض. وسبحان الله تعرفه من شكله، تبصله كده تحس ان انت مش مرتاح له. اللي انت مش مرتاح له ده ما تدلوش امان، من الاخر يعني بامانه. مادام داخل عليك بمصلحه اعرف ان هو هيقلبك ويخلع منك. وزي نصب كتير بيحصل في التليفونات، يرن عليك
يقول لك انا مثلا من هيئة كذا، صندوق تحيا مصر حتى، وانت ليك معاش مثلا 2000 جنيه عندنا، تعالى استلمهم. تمام، فين؟ يقول له انت منين؟ انا من المنوفيه. يقول له طب تعالى القاهره. يا باشا ده المشوار بعيد عليا وانا راجل كبير في السن. قال له خلاص، طب انا عشان خاطر المشوار انا هحولهم لك على الفيزا، اديني رقم الحساب، اديني الباسورد، اديني الثلاث ارقام اللي في ظهر الفيزا. خد كل حاجه، سحب الفلوس اللي في الفيزا. عندك رقم فودافون كاش، اديهولي، باسورده كام مش عارف ايه، وشويه لعب كده بيعملوه، تلاقي كل الفلوس اللي عليه اتسحبت في لحظه. زي ما في ناس تتصل عليك وتقول لك انا من البنك وعاوزين نحدث الحساب، نحدث البيانات، وانت ما شاء الله عليك بتصدق اي حاجه. ويعني معذرة في ناس كبيرة في السن ما تعرفش حاجة عن التكنولوجيا وما تعرفش حاجة عن الكلام ده، ناس غلابة على قد حالهم، يدوبك اخرهم يشيلوا تليفون بزراير. يعني دول اللي بينضحك عليهم. المطلوب بقى من الناس اللي عايشة معاهم في البيت اللي هم يفهموا في الحاجات ديت، هم اللي يوعوهم ويعرفوهم ويقول لهم ما تدوش الحاجات دي لحد. يعني انت عندك الفيزا، الثلاث ارقام اللي عليها الزق لهم عليها لزقه عشان خاطر ما حتى ما يملهمش لحد، ولو حتى ضاعت. زي ما مثلا واحد ضاع منه الفيزا وكاتب على ظهرها الباسورد بتاعها، يا حلاوه، كاتب الباسورد على الفيزا فيها فلوس قد ايه؟ 25,000 جنيه. يا فرحتي، 25,000 جنيه وكاتب له الباسورد. الحق اتصل حالا على البنك، وقف الفيزا. هو في الكلام ده؟ الفيزا ضاعت منك، وقف. حسيت بحركه كده ولا كده وحد خد منك الثلاث ارقام، اتصل على البنك، وقف الفيزا حالا. في الحاله هتقف. فربنا يستر علينا وعليكم وما تقعوش تحت النصابين دول. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.